بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هي كفته الرز وكسكسي قدامكم بعد الاكل ما استوى اهوت. معلش الفيديو طويل شويه عليكم النهارده عشان الكسكسي بياخد وقت طبعا، فالفيديو طويل شويه معلش. اهوت قدامكم اهي بعد ما استوت الكفته تحت الرز، وانا كنت عامله معاكم كفته الرز من شهر كده، شهر ونص، بس كفته الرز المسلوقه كنت حاطه لكم طريقتها والعجينه بتاعتها ازاي بتتعجن، وهقول لكم عليها تاني. دلوقتي كيلو اللحمه، كيلو رز، ربع كيلو بصل، راس توم صغيره، حزمه كزبره مشكله بقى، حزبه خضره يعني مشكله خضره على كزبره على شبت، حزمه واحده للكيلو بس مشكله، حزمه كزبره ربع حزمه كزبره، ربع حزمه شبت، ربع حزمه بقدونس، وبهارات بقى طبعا اللي عندك حطيها. بس كده. هو الرز زي ما قلت لكم كيلو لحمه، كيلو رز، ربع كيلو بصل. ما تكتروش البصل والثوم عشان بديلها طعم مش مزز يعني، ومش حلو يعني، بغير طعم الكفته خالص. معانا بقى هنعمل الكفته اهوت. معانا بصلايه كبيره، حطوا بهارات. البصلايه تتبل بس كده، ما تحرقهاش خالص عشان ما تديش طعم وحش في الاكل يعني. وتحطي بقى الصلصه بتاعتك اهو. حط بهارات، حط بقى بهارات لحمه، فلفل اسمر، اي بهارات عندك خاصه بالكفته يعني حطيها اهو. يعني على الكفته انا كنت مفرزاها. بتحط شويه ميه بعد الصلصه ما تستوي هي والبصل، تحط شويه ميه. هي تحطي بقى الكفته، والكفته دي بقى تاخد غلوه واحده عشان هي ممكن تشرب منك ميه كتير، بس دي مش اللي انا عاملاها بطريقتها دي، مش هتشرب يعني، بس ما تحطيش ما تغليهاش كتير، هي غلوه واتنين وخلاص اهي. ولو انت عايزه تعملي كميه كبيره يعني وتبيتها لتاني يوم، ما تحطيش الكفته كلها مره واحده، حطي جزء مثلا في اليوم اللي هتاكلي فيه يعني، وبكره تحطي الجزء التاني في الصلصه يعني. هنيجي بقى نعمل الكسكسي. معايا 2 كيلو دقيق اهوت، تنخليه الاول كده زي انتوا شايفيني كده، بنخله. معلقه ملح اهوت. انا هنعمله كله بلبن، مش هنحط فيه ميه خلاص عشان قيمته الغذائيه تبقى عاليه. معايا كوبايتين مجين ميه اهوت، مجين ونص ميه او مجين ميه اهو. والدقيق دوت الميه لبن، ولا انا مش حاطه ميه، حاطه لبن، مجين لبن. والدقيق دي على حسب نوع الدقيق، ممكن اللبن يزيد معاك او يقل، او لو هتعملي بميه ممكن اللبن الميه تقل او تزيد على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيشرب ميه كتير، وفي دقيق بيشرب ميه شويه صغيرين، او لبن شويه صغيرين. بعد ما دوبتي بقى الملح في اللبن كده، بتاخدي وتنطري بايده، ايه تقلب، تنطر وايه تقلب اهو. شايفين اهو. فقلت لكم اللبن بقى والميه على حسب نوع الدقيق، ممكن يزيد او يقل. معايا بقى انا هنعمل على الطريقه القديمه خالص بتاعت والدتي وجدتي خالص. هنجيب حله كده وفيها ميه، نحط على المصفى على قدها، على قد سعه الحله من فوق يعني. وبتاخدي رغيفين عيش تبلهم في ميه كده، ما تخليهمش يتبلوا كتير، وتيجي بقى ماسكاها ايه، حطاهم على بعض كده، وتلزقي بقى المصفى بالحله بالعيش دهوت المبلول دهوت. ولو العيش طلع معاكي شويه طري شويه، حط شويه رده. ومعظم الكل دلوقتي عنده حله كسكسي، اعمله في الحله. وما عندكيش حله اعملي زي ما نعمل كده اهو. والاخر تسويها بميه كده بالايديك، ميه كده، وتسوي ميه كده عشان ما يتفتحش معاكي. لو فتحت مش هتطلع البخار كله في الكسكسي، مش هتعرفي تسوي الكسكسي. لازم البخار اللي في الميه كله يطلع في الكسكسي، وتحط في الكسكسي من فوق. الميه اللي تحطها في الحله تبقى لحد نص الحله، والمصفى تبقى عاليه فوق، عشان الميه لو طالت الكسكسي من تحت يعني وهي بتغلي هتبوظ لك الكسكسي اهو. زي ما شايفين كده الميه بتلزقها كده. انا عملته حطيت اللبن على الكسكسي وركنته شويه يعني، وكده بتفركيه على ايديك شويه كده اهوت، عشان كله يبقى ياخد في بعضيه، ويبقى كله يعني اللبن اللي فيه اهو. شايفين ان خد في بعضيه كله ازاي وتفرفر ازاي اهو. تفركيه شويه على ايد، تاخديه بقى في الكبه. انا معايا كبه صغيره، انت لو عندك كبه كبيره اعملي فيها، ولو صغيره برضو اعملي فيها، بتاخدش ثواني اهو. دي ضربه والتانيه وخلاص. بس كده. شايفين ناعم خالص ازاي. تحطي بقى الميه على النار ولازم تغلي، وتحطي عليها قماشه كده على المصفى، عشان لو نزل دقيق او كسكسي في الميه اللي تحت هتفور وتبوظ لك الدنيا كلها. مفيش ولا حبايه دقيق تنزل تحت، ولا حبايه كسكسي تنزل في الميه من تحت اهو. زي ما انتوا شايفين اهوت. بتضربي ضربه واحده وبس. لو عندك كبه صغيره بتنفع، وانا عملته معاكم، عاملاه معاكم مره قبل كده في الخلاط، بس الخلاط بياخد وقت شويه او بيزهق شويه، لكن الكبه على طول بتعمل بسرعه وعلى طول بتعملها. شايفين ضربه واحده والتانية وخلاص. وتبقى الميه بتغلي معاكي، اللي تضربيه تحطيه على طول كده عشان ما يمسكش ببعضيه، عشان يبقى مفرفر معاكي اهو. انا بعمل بالراحه معاكم عشان نوريكم
ايه اللي هي بتخش وقت خالص في الكبة، لو صغيرة او كبيرة، ضربة واحدة والتانية. بس ما تزوديش اللبن عشان ما يعجنش معاكي. حطي مجين، انا عاملة 2 كيلو، حطيت عليهم مجين لبن او مجين مية. قلت لك زي وانت بتحطي الكسكسي كده لازم المية تكون بتغلي تحتيه عشان تبخر معاكي على طول الكسكسي اهو. انا خلصت كده بقى خالص الضرب في الكبة الكسكسي اهوت اهو. حط قماشه نضيفه زي ما قلت لك عشان مفيش دقيق ينزل في الميه من تحت وتغلي تفور لفوق، والميه توصل الكسكسي وتبوظه. وتغطي بقى كده، تكبسي كده الغطا، لازم الغطا يبقى حابك من فوق عشان البخار كله يطلع في الكسكسي، ما يطلعش من الجناب ولا حاجه. وبتشقيه كده اهوت عشان برضو البخار يطلع من تحت لفوق كله يتبخر. لازم الكسكسي يتبخر، ما تبخرش بينفخ البطن ومبقاش حلو معاكي، ما يبقاش مستوي يعني اهو. اهوت شقته مرتين كمان في اول، دي اول رده، اول رده يعني هو لازم يتحط مرتين على النار. دي اول مره اهو. هنشيله بقى اهوت اهو. حطيه بقى كده على الرخامه اهو. الرخامه بتاعتي دي انا غسلاها ومعقماها بالخل ونضيفه خالص اهو. الشغل كله عليها، بتساعد معايا في الشغل وتلم واسعه، بنعرف نتحكم في الشغل عليها يعني. بتفرفري بقى اللي هو دهوت اللي يعمل كلاكيع معاكي دهوت. هي مش كلاكيع، هي مجرد ما بتفركيها كده بتفك معاكي على طول اهي. بنوريهاك شايف بتفك ازاي اهي اهو. ما تقلقيش مش هيعجن معاكي ولا حاجه، بس بالراحه وانت بتحطي اللبن. معايا بقى معلقتين 3 قشطه اهوت بنحطهم عليها، بتديله طعم جميل وريحه جميله خالص اهي. معاكوا اهيت. تفركي برضو في ايديكي كده عشان تدربي القشطه كلها ليه اهو. شايفين كله فرفر ازاي. بتجيبي بقى لبن تاني برضو بس معلهوش ملح، لبن بس. وتشربي ايه الكسكس عشان يبقى طري. انت لو ما حطيتيش لبن في الرده الاولانيه ديت بيبقى معاكي زي التراب، تيجي تاكليه بقف في الزور كده ويشرقك، متعرفيش تاكليه خالص اهو. حطي لبن. شايفين لو كلكعت معاكي بس وانت بتدربي اللبن ما تفركيش، دربي بصوابعك الاول، واللي تلاقيه يعمل الكلاكيع معاكي تفكي كده، بتفك معاكي خالص. شايفين بفك خالص اهي اهي. وانت بتدخلي اللبن في الكسكسي كله بطراطيف صوابعك، ما تعجنيش فيه اهو. ولو لقيت حاجه مكلكعه معاك انا هنضربه تاني في الكبه برضو اهو. تاني مره في الكبه ضربه، والتانية بتخش ثواني اهو على طول اهو. ويكون برضو الميه على النار وبتغلي برضو، تحطي والبخار طالع كده عشان اللي يطلع اللي تحطيه يتبخر معاكي على طول اهو. وقماشه طبعا تشوفوا قماشه دي نضيفه. انا قلت لكم زي كده قبل كده، اللي عندي ملايات السرير بتبقى قديمه عندي بنمسكها نغسلها ونشيلها نعمل فيها حاجات زي كده اهوت. كده الضرب كله خلاص بتاعه المره التانية اهوت اهو. ضغطت عليه برضو غطا محكم كده عشان البخار كله يطلع في الكسكسي ويستوي كويس، عشان لو ما خش بخاره كويس بينفخ البطن. بتشقيه برضو تاني اهوت كده اهوت عشان البخار يطلع من تحت لفوق كله يتبخر، اللي فوق يتبخر روخر. وتغطي تاني برضو وتسيبيه يتبخر تاني اهو. كل ده على النار. قبل ما تحط الكسكسي لازم تكون الميه بتغلي. خلصت بقى هي الرده التانية اهيت خلصت اهيت خلاص. كده الكسكسي كده مستوي جميل خالص. مش هياخد غير شويه سمنه بلدي، الكسكسي هو سمنه بلدي اهو. لو في حاجه بقى مكلكعه معاكي زي دي كده تفكها كده، بتفكها بالطبق عشان سخنه، ما بتاخش حاجه خالص وبتنفك كله زي الفل كله اه. معايا بقى معلقتين سمنه بلدي مسيحاهم اهو. السمنه دي برضو على حسب الرغبه، عايزه كتير حطي، عايزه شويه حطي. كله فك اهوت. لو في كلاكيع بتفركها على كف ايديكي كده بتفك معاكي خالص اهي. طعمه في منتهى الجمال. والسمنه ما تحطي سمنه بقى مقدوحه، تقدحي السمنه وتحطها تخليه ينفش ويكتر وينفش خالص ويبقى هش زي الاسفنج كده اهو. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. شايفين الضربي بقى السمنه فيها كلها بتخليه ينفش لفوق ويقب لفوق كده كانه اسفنج معاكي اهو. لو في حاجه مكلكعه بتفركيها على ايديكي كده برضو بتفك معاكي اهو. شايفين كله فاكك وحلو ازاي اهو. ما خش معايا حاجه خالص اهو. وسهل يعني ما تصعبيش الدنيا عليك يعني، سهل خلاص. وتجربي حتى لو اول مره طلع معاكي وحش جربي تاني مره، مش مشكله تجربي وتغلطي عادي، او يطلع معاكي مش كويس عادي، مش النتيجه اللي انت عايزاها يعني. تاني مره هتبقى كويسه فيه. الاكل استوى معايا اهوت. معايا طبق اللي هو الكفته اهوت، وطبق الكسكسي اهوت، ومعايا قته ومخلي الليمون. والكسكسي ده ممكن تكليب شوربه، تكليب كفته، تكليب بلبن، تكليب سكر بسكر بس كده.
ومكسرات اهو. يعني بتاكل بحاجات كتيرة الكسكسي اهو. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، جربوها في الكفته وفي الكسكسي ان شاء الله تعجبكم. في ناس بيحطوا على الكسكسي كركم عشان يصفر، لا مش بحبه كركم بكركم، شكله بتغير وطعمه بتغير، الطبيعي كده احسن. شايفين شكله الطبيعي هو كده الاحسن، لكن الكركم ده بغير طعمه وشكله اهو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.